دكتور قررت ان انا اسيب مصر واروح اشتغل في افريقيا، لان ببساطه انا في مصر مش عارف اعمل اي حاجه. انا لا عارف اذاكر ولا عارف اجيب فلوس من شغلي ولا عارف اعمل اي حاجه. انت بتشتغل نبطشات 24 ساعه في 12 ساعه. يعني انا كنت بشوف اهلي نص يوم في الاسبوع، لا الاقي وقت ان انا اذاكر فيه ولا الاقي ان انا اجيب فلوس تكفي احتياجاتي وكمان تخليني احضر زماله. فبالتالي خلاص شكرا، مصر مش عايز حاجه. الشغل في افريقيا محتاج منك ايه؟ محتاج منك لغه، مش محتاج منك حاجه في اغلب دول افريقيا. انا في سيراليون وجميع الشهادات بتبقى مترجمه وخلاص شكرا. في مجرد بس ميتنج كده بيبقى في مجلس طبي او حاجه زي وزاره الصحه هناك وبتديك الرخصه وبتشتغل والحوار خلص على كده. لكن ما تفرضش نفسك في مصر، اطلع بره مصر. والله يعني انا بقول لك اطلع بره مصر. مصر هتدمر مستقبلك، مصر هتخليك كاره حياتك ودنيتك واليوم اللي اتولدت فيه. انت كدكتور مش هتعرف تذاكر. انا واحد من الناس مثلا كنت عايز احضر زماله بريطانيه بطنه، الموضوع محتاج مني وقت ومجهود ومذاكره كتير. انا مش عارف اعمل ده وانا هناك. هذاكر ولا هشتغل ولا هعمل ايه بالظبط؟ ما في الموضوع عندنا في مصر مش ادمي بالمره، ما فيش ادميه لمعامله الاطباء في مصر ببساطه. فسيب مصر يا ابوس راسك يا شيخ، والله نصيحه مني، سيب مصر. هترجع لها كده كده، بس ترجع لها وانت رايح هناك عارف تعيش. لكن انت جوه مصر مش هتعرف تعيش ومش هتعرف تعمل اي حاجه. فبس عشان كده سبت مصر.